في سنة 2011 كان في واحد بيقدم محتوى على اليوتيوب على قناة اسمها بلازما ماستر دان، والمحتوى بتاعه عبارة إن هو بيفتح الكاميرا وبيفضل يغني للمتابعين. تحس إن الشخص ده ما بيقدمش المحتوى ده علشان خاطر الفلوس ولا الشهرة، هو بيقدم حاجة بيحبها، لأن في الأول المشاهدات بتاعته ما كانتش بتتجاوز 1000 مشاهدة زي بالظبط، لكن كان مستمر في نشر الفيديوهات لأنه بيحب الحاجة اللي هو بيقدمها، والناس كانت شايفة بلازما إن هو شخص طيب وكان بيقدم محتوى ترفيهي بسيط، وكمان كان بينزل مقاطع فيديو بيشكر فيها المتابعين بتاعته. وفي بعض الأوقات كان بيطلب من المتابعين عناوينهم علشان يبعت لهم صورة ليه عليها التوقيع بتاعه. This is the picture that you'll get. Here's what you gotta do. Just leave your name and full address in a private message to me here on YouTube and I'll mail you one. ومش بس كده، ده كمان المتابعين كانوا بيخشوا معاه في مكالمات على سكايب علشان يغني لهم. Alex, my friend from the UK, he's okay. Talk to him on Skype almost every day. وكان دايما بيقول إن هو عنده مرض بيخليه يخش المستشفى باستمرار، وهتلاحظ ده في الفيديوهات بتاعته من سنة 2014 لسنة 2020. ممكن تقول كبر السن بيأثر عليه، بس هو كان بيقول السبب في كده المرض اللي عنده، وأغلبية المتابعين كانوا بيتعاملوا معاه إن هو العم الطيب الودود اللي بيسأل عليهم دايما. ولو شفت التعليقات اللي كانت بتنزل على الفيديوهات بتاعته هتلاقيها تعليقات إيجابية، وهتلاحظوا في الفيديوهات بتاعت بلازما إن هو كان من أيام اليوتيوب سنة 2011، يعني الأيامات دي ما كانش فيه أي مونتاج للفيديو، يا دوب تمسك التليفون بتاعك أو الكاميرا وتصور وبعد كده تنزل الفيديو. وفي 2016 القناة كانت معدومة جدا في التفاعل، لكن مع الحجر الصحي والوباء اللي حصل الناس بدأت تبحث على أي حاجة إيجابية علشان تفرحها، فالقناة من هنا بدأت إن هي تشتهر، وكمان خوارزميات اليوتيوب خدمت القناة بتاعته، يعني كانت بترشحها لعدد كبير من المستخدمين علشان يقعدوا أكبر فترة على اليوتيوب، لأن الفيديوهات بتاعته كانت الناس بتفضل تتفرج عليها، وكان بيلاقي تعليقات كتيرة من الناس، وبدأت التعليقات الإيجابية تجيله باستمرار، ومن هنا بدأت شخصية بلازما إن هي تتعرف وبقت محبوبة عند الناس من غير ما يقدم محتوى صعب ولا كمان يعمل حاجة مستحيل. كل اللي كان بيعمله كان بيفتح الكاميرا ويفضل يغني للمتابعين. لكن الحياة مش هتفضل عايشة بالهدوء ده كتير. في منشور بينزل على ريدت، والمنشور ده بيكون شايل مصيبة كبيرة لبلازما، والمنشور ده بيحول الشخص الطيب اللي احنا كنا شايفينه لشيطان ملعون. كان سجل الإجرامي بيتكلم عن جرائم جنسية، والشخص اللي موجود في الصورة اسمه دانزل إدوارد، وطبعا الشخصية دي كانت مألوفة جدا على الناس، بس أغلبية الناس كانوا بيحاولوا يكذبوا المنشور ده، لأن ازاي العم اللطيف اللي احنا شايفينه كويس يتحول لمجرم جنسي، ومش مجرم عادي، ده كان بيغتصب الأطفال تحديدا. بس الناس لما حققوا في الصورة اللي نزلت لقوا إنه مواليد سنة 1947، فرجعوا التاريخ ده في الوصف اللي موجود على القناة واكتشفوا إن الاتنين واحد، وكمان ذكروا في التحقيقات موديل عربيته ولونها، ولما دوروا في الفيديوهات لقوا إن العربية دي ظهرت معاه في فيديو، وهنا بيتأكدوا إن الشخص ده هو المجرم. والجريمة بتاعته كانت عبارة إنه هو حط إيده بالعافية على طفل بطريقة غير لائقة، بعد كده اتحبس لمدة يوم، والغرامة بتاعته كانت $200، وتسجل في السجلات إن هو مجرم جنسي. وبعد كده الحكومة بتنشر المنشور ده بهدف إن هي توعي الناس، والفكرة إن هو مرتكبش الجريمة دي وهو صغير، لا ده ارتكبها وهو كبير، وتحديدا في 2016، يعني في ظل ما القناة بتاعته ابتدت تتعرف، وهو كمان بدأ يتشهر. وأغلبية الناس قالوا إن هو عمل كده مع واحد من المتابعين بتاعته، علشان زي ما قلنا كان بيدخلهم معاهم في مكالمة، وكمان كان بيطلب منهم عناوينهم، وأصبحت كل حاجة حلوة كان بيقدمها للناس أصبحت مشكوك فيها. وقالوا ليه هو كان بيقدم أغاني أطفال تحديدا في قناته، وكمان كان بيحاول يتقرب منهم بقدر الإمكان، وقالوا إن هو كان بيعمل كده علشان يغني لهم، ولا كان الهدف شيء تاني. يعني كل التعليقات الإيجابية اللي كانت بتجيله اتقلبت لتعليقات سلبية، ومش بس كده، ده كمان كان السبب إنه هو خلى ناس كتيرة تشك في اللي حواليها. وبعد ما كان أكتر شخص محبوب في الفترة دي أصبح أكتر شخص مكروه. والغريب في الموضوع إن ظهر شخص بعد كده وقال إن هو كان بيتواصل مع بلازما، والشخص ده بيقول إن بلازما طلب منه إن هو يعمل أشياء غير أخلاقية، فالشخص ده طلب من بلازما فلوس، وقال إن هو أول ما بعت له الفلوس دي بعد كده عمل له بلوك وما اتكلمش معاه تاني. بس للذكر محدش يعرف إن الشخص ده فعلا الكلام اللي بيقوله ده حقيقة
ولا بيقول أي كلام وخلاص. بس التعليقات السلبية اللي كانت بتجيله ما كانش بيرد عليها، لأن في الطبيعي هو كان بيرد على أغلب التعليقات اللي كانت بتجيله. فالناس استغربت هو إزاي ما بيردش على موضوع ممكن ينهي مسيرته. بس بعد كده بلازما بينزل فيديو بيقول فيه إن صحته دمرت صوته، وإني هنزل كام فيديو تاني وبعد كده ممكن أحذف القناة تماما. لكن هو بعد كده ما حذفش القناة، بس كان بيحذف في التعليقات اللي كانت بتجيله. وكمان شغل من اليوتيوب خاصية بيمنع أي حد بيكتب تعليقات هو بيحددها. بس بعد فترة والانتقادات اللي هو تعرض لها القناة بدأت تهدى، وكمان هو ما كانش بينزل فيديوهات، فالناس فكرته ان هو خلاص مش هينزل تاني فيديوهات. لكن الموضوع ما كانش بنفس النظرية دي، لأنه هو توفى. يعني بعد الفضايح اللي حصلت له كلها هو توفى. حاجة تحزن انه هو توفى بالشكل الفظيع ده. فبلازما بسبب الجريمة اللي عملها ناس كتير انتقدته، وهو خد عقابها والناس كمان كرهته. فالحلم اللي كان بيبنيه على مدار سنين اتهدي قدام عينه في لحظة. فالموضوع ده تسبب له في صدمة، وكمان خلاه شخص تعيس. وخلاص انتهت حياة بلازما مستر دان وخد عقابه. ولهنا يكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم. ولو في فيديوهات تانية عايزين نعملها يا ريت تقولوا لي عليها. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.